عقب ما أكله. بالمناسبة هاي أكو أشياء أثناء أحيانا نطلع يمين شمال فيها فوائد. السمك في الروايات مذموم وبشدة. عدة روايات تنهى عن أكل السمك وأن فيه ضررا، وأن الذي يأكل السمك ليلا وينام والسمك في جوفه ممكن يصاب بالشلل بالفالج. زين، هذه غير شغلة طلعت. حلها شنو؟ إلها حلها مختصر مفيد، يأكل فوقها تمرة أو شوية عسل. إذا أكل الرواية تقول ذهب ضرره. ابن الأعسم ينظم هذا المعنى، هذه الروايات قاعد أقولها. ابن الأعسم رحمه الله الشيخ محمد علي ناظمها، يقول والسمك اتركه لما قد ورد من أن أكله يذيب الجسد، ما بات في جوف امرئ إلا اضطرب عليه عرق فالج فليجتنب، لكن من يأكل تمرا أو عسل عليه عنه ذلك الفالج زل. إذا أكل فوقه تمر أو عسل الفالج راح عنه، المرض اندفع عنه. عموما هذا اللي اشترى السمك وراح يأكل هم وراه تمر مثلا، جاب للبيت قلاه